من بعد سنة 2019 والناس بدأت تحس بحاجة غريبة جدا، الوقت بيجري بسرعة قوي لدرجة ان في ناس لسه مش مصدقة ان احنا داخلين على 2024. بالنسبة لهم الزمن وقف عند 2014. هل وقعنا في ثقب اسود؟ هل فقدنا احساسنا بالزمن ولا ايه الحكاية بالظبط؟ دماغك يا صديقي الجميل بيقدر ان هو يحتفظ بالمعلومات طبقا لقد ايه هي جديده. يعني لو انت مثلا اول مره تجرب تلعب كوره في حياتك، دماغك هنا بيستهلك طاقه كبيره جدا في حفظ المعلومات والخبره اللي هو اخدها من التجربه دي، على عكس مثلا لو انت بتلعب كوره كل يوم، دماغك هنا بيستهلك طاقه اقل شويه لانه بقى حدث روتيني، حدث متكرر، ما عادش فيه معلومات او خبره يقدر ان هو ياخدها من نفس التجربه. ده بجانب ان مع تقدمك في العمر الخلايا العصبيه بتاعتك بتكبر وبتعجز، ما بتقدرش انها توصل الاشارات العصبيه بنفس السرعه اللي كانت بتوصلها بيها وهي صغيره وشباب. كل ده بيخلق عنك احساس ان الوقت بيجري بسرعه قوي، مع انه ثابت والله 24 ساعه في اليوم زي ما هم. الفكره كلها في دماغك.